معنا الأخت مريم من الأحواز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي. أنا أشكر البرنامج جدا عشان الشيخ فعلا علمنا الدين في هالفترة، وأنا من كم شهر صرت سنية، ويعني فعلا 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 احنا كنا محتاجين إن أحد يعلمنا الدين. نشكر لك، بس ارفعي صوتك قليلا يا أخت مريم. يعني فعلا كنا محتاجين حد يعلمنا الدين. نعم. عشان احنا كل شيء اللي يعلمونا الشيوخ الشيعة في ايران وفي العراق. نعم. انت شيعية اصلا يا اخت مريم مش كده؟ انا كنت شيعيا بس الحمد لله صرت سنية، مع اني نعم. اهلي بعدهم الشيعة. اصبحتي من اهل السنة والجماعة منذ متى؟ نعم، منذ كم شهر يعني. منذ كم شهر، نعم. ويعني الشيوخ بس كانوا يعلمونا البكاء. يعني هل تأثرتي بالكلمة السواء التي نطرحها؟ أكيد، يعني انت حقائق. نعم. يعني أنا قرأت نصوص يعني من الخميني وفي باقي الشيوخ اللي موجودة، يعني تعجبت لهذا أنا كنت على هذا المذهب. في أشياء الشيعة فعلا يغرعونهم راح يتعجبون، يعني في حلقة من حلقاتكم بتكفي. بتكفي في يعني في الكوليني وبعض الشيوخ اللي مسمين أرواحهم شيوخ فعلا كاذبين علينا، وكل الأشياء اللي تقولونها في الشيوخ اللي في إيران عندنا موجودة. نعم. يا أخت مريم، نحن أخت مريم حفظك الله كما حفظ مريم. أسألك أن تشهدي، هل كان كلامنا واضح أم كلام الشيعة واضح؟ اشهدي ولو كان كلام الشيعة واضح، لأنك كنت شيعية وأصبحت سنية، فاشهدي هل كلامنا كان واضح أم كلام اللي ناظرونا هو الواضح؟ تفضلي. والله كلامكم واضح وذهب ودور، وأنا مع أني سني صغير يعني 22 سنة وأصغر من الشيوخ اللي جو تكلموا معاكم، بس عرفت الحق من الباطل. وهذا شيء واضح في الكتب موجودة، مش كتب واحد واثنين وثلاث. كل الشيوخ اللي كانوا يعني عندهم في الشيعة كذب بكذب، وقريت ومخالف الدين، من الزواج، المتعة، تحريف القرآن، البكاء على القبور، وكلهم علمونا هم. طب أخت مريم لي سؤال، يعني أكثر شيء كنت تكرهينه في التشيع؟ نعم. أكثر شيء كنت تكرهينه في التشيع؟ أكثر شيء كنت أكره في التشيع؟ نعم. حقيقة هم الشيوخ اللي كنت أكرههم. لا، الأمور في الدين. الأمور في الدين. أنا لما كنت شيعية مش كثير ملتزمة في الدين، عشان ما كان شيء يجرني في الدين. يعني ما كان شيء عندي مهم غير إني كنت أروح للمكان اللي غرايات وأبكي بكاء على الإمام الحسين وباقي الأئمة، وهذا الشيء اللي علمونا إياه. نعم. وفي شيء واحد عندنا في مسجد إمام الزمان في طهران، وحاطين طلبة من الطلبة يقولون للناس كذبة ورسائل وياخذونهم من الناس، ويعني إمام الزمان راح يقراهم. وأنا قبل كم سنة رحت وفعلا أعطيت رسالة، ما بعرف شو سووا فيها. يعني كانوا يقولون الناس يعطوا رسائل هذول الشيوخ، والشيوخ يودونهم. طب يا أخت مريم، عشان بس وقت الحلقة، يعني عايز أقول يعني قومي بالدعوة وأنت كنت شيعية، يعني هل تفعلي ذلك؟ نعم. يعني هل تقومين بالدعوة الأخوات الشيعيات؟ أكيد أكيد، ومن قال يعني فتحت لأصدقائي أشياء اللي تعجبوا. والله إحنا ما كنا نعرف إن أبو بكر وعمر يعني مسلمين، وهم معلمينا إن كافرين. وأنا تعجبت لما عرفت إن أبو بكر وعمر رضوان الله عنهم إنهم أصحاب النبي. والله هم معلمينا إنهم كافرين ومن الصغر. اقسمي بالله على ذلك. والله أقسم بالله اللي معلمينا كانوا معلمينا إنهم هم كافرين. اشهدوا يا أهل الشام يا من غرتكم دعوة الشيعة، اشهدوا كيف علموهم أنهم كفار أئمة الإسلام.
والله العظيم من قبل لما كنت صغيرة كانوا يعلمونا نشيد عن عمر وغلط ويسب عمر النشيد، وإنه هذا النشيد وأنا ما كنت أعرف يعني عمر من أو أبو بكر من. طب أخت مريم بس إنهم نعم كفار. رجاء يعني تقسمي بالله أنك المتصلة. والله العظيم أنا من زمان اتصل وما أحصلكم. الآن أنت المتصلة. نعم أنا اتصلت وأشهد بالله إني أنا اتصلت وعرفت. عوضك الله عن هذه المكالمة يعني بقدر مدتها مئات الأمثال بل مليارات الأمثال من ثمنها. تفضل. أيها المسلمون، هذا شاهد وشاهد شاهد، لا أقول الآن من أهلهم، صارت من أهل الحق. والله أي عالم نفس أو طبيب في علم النفس يشهد أن هذا الصوت صوت صدق، لأن الصوت يعرف إذا كان مقلد أو غير مقلد، مفتعل أو غير ذلك، أو غير ذلك. مع الأخ ثامر من مصر. السلام عليكم.